قصتنا اليوم الرئيس أنور السادات والفنان عمر الشريف، كتبها الصحفي حسن نافع من جريدة المصري اليوم 2007. ولقطع الطريق على أي نوع من اللبس أو سوء الظن، أبدأ باستعانة نص الفقرة التي لفتت نظري في حديث الفنان عمر الشريف، والتي قال فيها: الرئيس السادات كلمني وقال لي أنت تتعامل في الأفلام مع اليهود وتعرفهم. كلم مناحم بيجن بالتليفون رئيس وزراء إسرائيل في هذه الفترة، وسألوا لو جاء السادات عندكم كيف سيكون استقبالكم له، فذهبت إلى سفارة إسرائيل في باريس وقلت للسفير اطلب لي بيجن، فقال لي ازاي تكلمه؟ قلت له عندي رسالة له من الرئيس السادات. المهم كلمت بيجن وقلت له الرئيس السادات بيسأل لو جاء عندكم من أجل مفاوضات السلام فكيف سيكون استقبالكم له؟ فقال بيجن سوف نستقبل السادات كالأنبياء. ثم أكمل عمر الشريف وقال: السادات هو الذي رجعني مصر، وكنت قابلته في البيت الأبيض واستقبلني بشكل جميل وقال لي أنت ابننا ولازم ترجع بلدك ووطنك، وعزمني على فرح ابنته وقال لي بطريقة ابن البلد لو لم تأتي سخصمك. ويقول الصحفي: لماذا يطوي عمر الشريف ما جاء في هذا الحديث على إساءة الرئيس السادات، من حيث لا يدري عمر الشريف لأسباب عديدة. أولها أنه يظهر السادات بمظهر رجل ساذج لا يدرك أبعاده وخطورة تصرفاته، وهو أمر يصعب تصديقه. فكيف يمكن لعاقل أن يتصور أن رئيس أكبر دولة عربية كان يخشى من احتمال إساءة استقباله؟ وإذا ما قرر زيارة إسرائيل طالبا للصلح ويلجأ إلى طرف ثالث لجس نبض بيجن، وكان هذا الأخير هو الذي يقدم للسادات خدمة جليلة بالموافقة على استقباله في إسرائيل، فهل كان السادات يتوقع مثلا أن يعتذر بيجن أو يعبر عن عدم ترحابه بالزيارة؟ وإذ افترضنا جدلا أن عمر الشريف كان قد لمس من بيجن غير مرحبا بالزيارة، فهل كان السادات سيغير رأيه ويعدل عن مبادرته، أم كان سيلح على عمر الشريف لاستخدام جاذبيته الهوليودية لإقناع بيجن باستقباله؟ ثانيا، إنه يظهر السادات بمظهر المرتبك إلى حد الإقدام على كشف أهم أوراقه دون أن يدري، وهو أمر يستحيل تصديقه أيضا، خصوصا أن السادات كان يدرك أن المبادرة التي أقدم عليها تأثيرها إلا إذا كانت مفاجأة كالصاعقة. فكيف والحال كذلك تصور أن يقدم السادات على كشف أوراقه لعمر الشريف ويخفيها عن أقرب معاونيه ومنهم وزير خارجيته إسماعيل فهمي، الذي قدم استقالته احتجاجا لأنه لم يعلم بزيارة القدس إلا من وسائل الإعلام؟ لماذا يطوي ما قاله عمر الشريف على إساءة لنفسه قبل الإساءة للآخرين؟ لسببين: الأول أن الرئيس السادات لم يحدد لعمر الشريف بافتراض أنه طلب منه الاتصال ببيجن وسيلة هذا الاتصال، ويفهم من سياق الحديث أن السادات كان يرغب في استثمار معارفه الهوليودية من اليهود، غير أن عمر الشريف هو الذي قرر أن يتم هذا الاتصال عبر قناة دبلوماسية رسمية هي السفارة الإسرائيلية في باريس. هو أمر أقل ما يقال فيه أنه يدعو للاستغراب ويثير علامات استفهام كثيرة، ولو كان الرئيس السادات يرغب في أن يتم الاتصال عبر قناة دبلوماسية لما كان بحاجة إلى شخص من نوعية عمر الشريف لإجراء مثل هذا الاتصال. ثانيا، تبدو رواية عمر الشريف مفككة وغير قابلة للتصديق لسبب آخر بسيط، هو أن رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج لا يقومون عادة بفضل عن أنهم لا يستطيعون في معظم الأحيان بالاتصال مباشرة برؤساء دولهم أو حكومتهم. ويفهم ما قاله عمر الشريف أن رغبته في الاتصال ببيجن استجاب لها على الفور، وتمت مباشرة عبر السفير الإسرائيلي ومن مكتبه في باريس، وهو أمر أقل ما يقال فيه أنه يخرج عن المألوف ويسير المزيد من الشكوك.
وإذا صح هذا التحليل فإنه يقود إلى واحد من احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن تكون رواية عمر الشريف مختلفة من الأساس ولم تحدث أصلا، وهو ما نستبعده، فلا يوجد سبب وجيه يدعو عمر الشريف لاختلاق رواية رقيقة من هذا النوع لمجرد الرغبة في الإدعاء بأنه كان على صلة وثيقة بالرئيس السادات. والاحتمال الثاني أن يكون الأمر قد اختلط على عمر الشريف الذي نسى تاريخ وسياق حديث الرئيس السادات له، ونحن نرجح أن يكون الحديث المشار إليه قد تم فعلا ولكن بعد زيارة القدس وليس قبلها، وفي سياق تعبير الرئيس السادات عن رغبته في استثمار علاقة عمر الشريف باليهود لتوليد مزيد من الضغوط على بيجين لحمله على التجاوب مع المبادرة وتنين موقفه المتشدد وليس لجس نبضه حول الطريقة التي سيستقبل بها هناك إذا ما قرر زيارة القدس. وما يدعونا لترجيح هذا الاحتمال إن المقابلة التي جرى فيها الحديث المشار إليه كانت أول مقابلة لعمر الشريف مع الرئيس السادات، بدليل أنه قال له فيها حسب نص كلمات عمر الشريف نفسه: انت ابننا ولازم ترجع بلدك ووطنك، وعزموا على فرح ابنته مهددا اياه على طريقة ابن البلد بانه سيخصمه ان لم يأتي، وان هذه المقابلة تمت في البيت الابيض، ولان الاحتفال بالتوقيع على اتفاقية كامب ديفيد هو المناسبة الوحيدة التي يمكن ان يكون عمر الشريف قد قابل فيها الرئيس السادات في البيت الابيض. فلا يقبل عقلا أن يكون السادات قد طلب منه في هذه المقابلة تحديدا جس نبض بيجين حول زيارة للقدس كانت قد تمت قبل هذا التاريخ بعامين. وصلت بالتفكير في الأسباب التي تدعو عمر الشريف ليقول ما قال عن أنور السادات. خيل لي أن سمات كثيرة تجمع بين شخصيتين رجلين أتقن كل منهما فن العلاقات العامة ليحقق لنفسه شهرة إعلامية أكبر من حجمه، لأن الشهرة الإعلامية لا تكفي لصنع المكانة في التاريخ، فسوف تظل مكانة فاتن حمامة عند المصريين أخلت كثيرا من مكانة عمر الشريف حتى لو كان الأكثر شهرة عند الغربيين.